السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وأفضل حال. النهاردة نعمل أكلة حلوة وسهلة وبسيطة مع بعض وبأسرار المحلات. يا رب تعجبكم إن شاء الله بطريقة كويسة. عندنا النهاردة نص كيلو لحمة مفرومة صافي، من غير دهون من غير أي حاجة، واحنا نحط لها حاجتنا بقى. وعندي هنا 50 جرام من اللي الضاني، وعندي 150 من البوش. بس هنخلطهم على بعض وهيدونا طعم حلو جدا وجميل جدا، عامل زي المحلات بالظبط. يعني اكترية الناس بتحب الاكل بتاع الشارع، بقى هو ده الاكل بتاع الشارع بكل اسراره. هتعمليه في البيت بس بطريقه بقى نظيفه وكويسه، وانت واثقه ان حاجتك اللي انت حطاها كلها ما فيهاش اي حاجه مش نظيفه. كل حاجه جميله يعني وما شاء الله حلوه. وعندي هنا التوابل بتاعتي. عندي معلقه كبيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره انا عندي طحنه لورا على حبهان على قرنفل. بستخدمه دايما مع اللحوم والفراخ والحاجات دي، بيحب ريحته جدا. هحط منه معلقه صغيره. وعندي معلقه كمون كبيره، ومعلقه بهارات كبيره، ومعلقه ملح كبيره، ومعلقه التوابل بتاعت الحواوشي. بس كده، مش هنحط اكتر من كده. بس وعندي بقى هنا الفلفل الرومي. عندي بتاع ربع كيلو، عامل 6 قرون. وعامله 5 بصلات، وعندي برضو قرنين فلفل. الفلفل الحامي ده انت وراحتك، اختياري يعني مش اجباري، عشان احنا بنحبه سبايسي. انت وراحتك بقى، عايزه تحطيه تمام، مش عايزه خلاص. انا عندي البصل هنا 5 ولا 6، عشان انا عندي بصل صغير. فانت حسب البصل اللي عندك بقى. لو عندك البصل كبير ممكن تحطي 3 بس. لو عندك البصل الوسط مثلا ممكن تحطي 4. لو عندك صغير زي اللي عندي ده ممكن تستخدمي 5 أو 6، على حسب ما انت بتحبي وحسب ما انت عايزه يعني. بس هو بيدي تيست مسكر كده وحلو جدا، وبيخلي الحاجه طعمها جميل جدا، وهو مفيد جدا يعني لبعض الحاجات. فلا غنى عنه طبعا في بعض الاكل. تعالوا مع بعض بقى نقطع هنا كده الحاجه مع بعضينا اهو. عندي ما شاء الله، بصوا الحاجه نضيفه ازاي وجميله وكويسه. بصوا، اللهم بارك، حلو جدا. هتقولي طب ما كده دهون كتير ومش كتير وهتقرفوا. طب ما انتوا بتاكلوه من الشارع على فكره، ما بتعرفوش ايه اللي بيكون فيه. هو بيكون فيه الحاجات دي ويمكن اكتر من كده. وكمان ما تعرفوش هو بيكون حاطين ايه تاني، ممكن بيكون فيه بواقي لحوم كده، ما تعرفوش هي اذا كان كويسه ولا مش كويسه. ايه الحاجات اللي هما بيحطوها انتوا مش ضامنين ومش عارفين. فايه في البيت انت هتعمليها هيديكي بنفس الطعم، وانضف بقى، وحاجه كويسه جميله جدا. وتاكليه وانت ضامنه نفسك ان انت بتاكلي حاجه يعني تمام، يعني ما فيهاش اي مشكله اهو. وسكان على الدهون دي، كل ده بينزل في التسوية. يعني تقولي مثلا الدهون كتيرة او ايا كان، لا خالص يعني. عايزه اقولك ان كل ده اصلا بينزل في التسوية، بيدي بقى طعم حلو جدا. انا كنت الاول ما بحبش حوار الدهون والكلام ده، كنت بقرف جدا، بس لما جيت جربته ما شاء الله كان حلو جدا. وطعمه اصلا مش بيكون باين ان هو فيه دهون والكلام ده، لان كل ده بيسيح في التسوية زي ما انتوا عارفين. بس انا عارفه يعني رد البنات هيبقى كتير ان دي دهون ومش دهون وبيقرفوا منها والكلام ده. لا خالص، على فكره مش هتحسوا بيها، كل ده هيسيح، بس بيدي طعم حكايه يعني. انت بس ايه، كانك بتاكلي من بره. لو كلتيه من بره مش بتعرفيش ايه اللي فيه، هو نفس القصه، ما فيش اي يعني ما فيش اي جديد، ما فيش مشاكل، ما فيش اي حاجه خالص. هقطع باقي الحاجه كده وارجع لكم تاني حبايب قلبي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما ضربت الحاجه في الخلاط ونعمتها خالص اهي. بصوا اهي. حط عليها التوابل بتاعتنا، قلت لكم عليها اهي. واقلبها كويس اهي. ما شاء الله، اللهم بارك، ريحتها جميله جدا من قبل ما نحط اللحمه، من قبل اي حاجه. بصوا، وهتعمل معاكم كميه حلوه كمان ما يتحوش.
هنزل اللحمه مع الليه والبوش. اهي احلى الحواوشي واسرار المحلات. ريحته خطيره جدا جدا جدا، ولسه كمان طعمه هيبقى احلى كمان من ريحته يعني. بصوا بصوا اللهم بارك اهو. هيعملوا معانا كميه حلوه من الحواوشي. جربوه بالطريقه دي هتاكلوا احلى حواوشي بيتي بيتي ونضيف واحلى من بتاع الشوارع كمان اهو. هعمل معاكم هنا اهو، هاخد منه شويه، هعمل رغيف معاكم. ريحته جميله جدا اللهم بارك. بصوا بصوا حبايب قلبي، شايفين جماله حلو جدا اللهم بارك ومليان ازاي. هعمل بقى الكميه وهوريكم عملت قد ايه. ورجعت لكم تاني حبايب قلبي بعد ما خلصت الكميه وحسيتهم كلهم. بصوا اللهم بارك عملوا كام رغيف، عملوا 9 رغيفه ما شاء الله الله اكبر. والرغيف ما شاء الله بصوا مليان ازاي وكويس وحلو جدا اللهم بارك اهو. تعالوا بقى نسوي مع بعض. انا عندي هسويه على الشوايه، بعدين بس الوش بتاعه كده والظهر كده زيت بسيط عشان بس ما يلزقش على الشوايه. لو ما عندكيش شوايه عادي ممكن تحطيه في فرن البوتاجاز، ممكن تعمليه في صينيه على البوتاجاز من فوق، مفيش اي مشكله اهو. هنسوي سوا اهو. اهو اللهم بارك. بصوا الجمال اهو. ما شاء الله من نص كيلو لحمه عملت كميه قد ايه، ومضمون ونضيف واحسن من بتاع الشارع، وريحته جميله وطعمه اجمل. لو جربتوه هيعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه وتوفروا مصاريف الشارع، وبيكون مليان دهون على الفاضي اصلا. وما تضمنيش اللي عامله ده كان ايده نظيفه ومش نظيفه بقى، حاجته نظيفه مش نظيفه الله اعلم اهو. انما انت في البيت بتعملي حاجتك وانت مطمنه واثقه نظافتها ايه وجودة الحاجه ايه. هسويه طيب يا حبايبي عشان ما اطولش الفيديو عليكم، وارجع لكم تاني بعد ما اسويه. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت اهو سويته كله اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا مليان ازاي وحلو ما شاء الله. وعمل معايا كميه حلوه جدا وكانه مشوي على الفحم. اصلا عملته على الشوايه كهربائي بس ما شاء الله كانه معمول على الفحم. ولو ما عندكش شوايه عادي ممكن تعمليه على البوتاجاز، ممكن تعمليه في فرن البوتاجاز عادي، اي حاجه مش مشكله يعني. هو اصلا التوابل بتاعته والحاجات اللي حطيتها فيه مديله طعم حلو جدا وريحه جميله قوي يعني. بجد لو جربتوا الطريقه دي مش هتبطلوا تعملوها. عامل زي بتاع الشارع بالظبط ويمكن احسن وانضف وجميل، وانت واثقه من حاجتك اللي انت عاملاها. وما شاء الله يعني بيعمل معاك كمان كميه حلوه جدا وبتوفري كتير. انت لو جبتي رغيف من بره شوفي هيبقى بكام يعني، وهيبقى غالي جدا. انت ممكن بحق رغيفين من اللي انت بتجيبوهم من بره او 3 ممكن تجيبي بيهم مثلا نص كيلو لحمه وتعملي الكميه الكبيره دي في البيت، وهتوفري لبيتك ولعيالك وتعملي كل اللي انتوا عايزينه.
وتقدري تعملي اكتر من كذا حاجه مش حاجه واحده. وده كان فيديو النهارده والاكل بتاعنا بتاع النهارده، حاجه سهله وبسيطه اهو. هستنى بقى منكم النهارده اللايك واحلى كومنت منكم وتفعلوا الجرس. يلا باي باي.